بيريز أمير الذهب بالميركاتو الصيفي الحالي. ريال مدريد الرابح الأكبر في فترة الانتقالات الحالية. نجح نادي ريال مدريد الإسباني في بيع العديد من اللاعبين الذي لا يحتاجه الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق لخدماتهم خلال الفترة المقبلة، واستطاعت إدارة الميرينغي الخروج فائزة بشكل كبير خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وكان ريال مدريد قد قام بالاستغناء عن خدمات الرباعي خاميس رودريغيز والفارو موراتا والبرازيلي دانيلو والمهاجم الشاب ماريانو، ونجح في تحقيق أقصى استفادة مالية جراء عملية بيعهم للأندية الأخرى. هذا وحقق ريال مدريد ربحا ماليا وصل إلى 128 مليون يورو، في حين أنه أنفق على صفقاته الصيفية 45 مليون يورو فقط لشراء الثنائي داني سيبايوس من ريال بيتيس والفرنسي تيو هيرنانديز، بالإضافة لعودة الثنائي فايخو وبورخا مايورال من الإعارة. وقام نادي ريال مدريد ببيع مهاجمه ألفارو موراتا لنادي تشيلسي الإنجليزي مقابل 80 مليون يورو، حيث غادر اللاعب معسكر الفريق الإعدادي بالولايات المتحدة الأمريكية من أجل إتمام انتقاله للبلوز، في حين أنه حل بديلا للفرنسي كريم بنزيما مهاجم الميرينغي الأساسي أغلب مباريات الموسم المنقضي. كما قامت إدارة ريال مدريد ببيع الكولومبي خاميس رودريغيز الذي لم ينجح في نيل ثقة زين الدين زيدان مدرب الفريق لنادي بايرن ميونخ لمدة موسمين مقابل 10 مليون يورو، مع خيار أحقية الشراء النهائي في صيف عام 2019 مقابل 35 مليون يورو. كما قام ريال مدريد ببيع مهاجمي الشاب ماريانو دياز لنادي أولمبيك ليون الفرنسي مقابل 8 مليون يورو، مع وضع بوند بالحصول على نسبة تصل إلى 40% من عائد بيعه لأي نادي مستقبلا. وكان آخر الراحلين من جنة ريال مدريد البرازيلي دانيلو ظهير الفريق الذي انتقل لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو، على الرغم من تعاقد النادي الإنجليزي مع كايل ووكر ظهير توتنهام هوتسبير السابق مقابل 57 مليون يورو. هذا وفي حالة تفعيل نادي بايرن ميونخ خيار شراء خامس رودريغيز نهائيا، فستكون محصلة ربح نادي ريال مدريد جراء بيع اللاعبين الأربعة 163 مليون يورو، في خطوة رائعة لتوفير المال من إدارة النادي الملكي. هذا وتحاول إدارة الريال التعاقد مع الجوهرة الفرنسية كاليان مبابي نجم نادي موناكو، حيث أكدت الصحف الإسبانية تجهيز ريال مدريد مبلغ 120 مليون يورو من أجل ضمه، في حين تتمسك إدارة موناكو بالحصول على مبلغ 150 مليون يورو من أجل رحيل اللاعب الشاب.